الإمام الصادق عليه السلام حذرنا من فعل نسويه بليلة الجمعة. إياكم أن تفعلونه في ليلة الجمعة، اجتنبوا هذا الذنب في ليلة الجمعة. قال الإمام الصادق عليه السلام: تجنبوا المعاصي في ليلة الجمعة. ليش ليلة الجمعة بالذات؟ لأن السيئة مضاعفة والحسنة هم مضاعفة، ومن ترك معصية الله في ليلة الجمعة يعني ما سوى أي معصية وأي ذنب غفر الله له كل ما سلف فيه. يعني لا تستغفر ولا تتوب، بس تبتعد عن المعاصي في ليلة الجمعة الله يغفر لك كل ذنوبك. زين، وإذا سويت ذنب بليلة الجمعة، من بارز الله في ليلة الجمعة بمعصية وحدة أخذ الله عز وجل من كل ما فعل بعمره وضعف عليه العذاب في نار جهنم في هذه المعصية. يا جماعة تحملوا بس هذا اليوم وابتعدوا عن المعاصي اللي تغضب الله سبحانه وتعالى. أتمنى من عندكم إذا استفادتوا من الفيديو تدوسون على الزر اللي جوا صورتي وتخلونا قلب أحمر وتشاركون الفيديو